يا ترى ايه افضل، الحلم الامريكي ولا حلم دبي؟ يا ترى اي واحد فيهم افضل وانجح في الوقت الحالي؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. بس ستوب، قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار، ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. ويلا بينا نبدا. اوكي، انا كنت من الاطفال اللي مؤمنه جدا بالحلم الامريكي، لان من وانا طفل صغير وانا بتفرج على افلام امريكيه كتير بكل انواعها، من اول افلام ديزني لافلام الانيميشن والكرتون والحاجات دي، وصولا لافلام السوبر هيروز والافلام الاجتماعيه بشكل عام. طبعا كنت بتفرج على الافلام اللي بتتكلم عن الحلم الامريكي، الامريكان دريم، الفيلم اللي بيكون فيه البطل لا يملك اي شيء وتحت الارض، وفي بعض القصص بيكون بطل مهاجر اصلا مش من امريكا وبيبدا من الصفر وبيقعد يكافح ويعافر لغايه ما بيوصل لحلمه اللي هو الحلم الامريكي، which is الديفينيشن البلدي كده للحلم الامريكي او الامريكان دريم. هو انك تكون شخص فاهم انت معدم فقير لا تملك اي شيء، بالغالب بتكون انت اصلا من بلد تانية مش امريكي وبتسافر لامريكا وبتقعد تسعى وتعافر لغايه ما بتحقق حلمك وبتوصل لاهدافك. فده التعريف البلدي للامريكان دريم، او تقدر تقول برضه هو ده كان تعريفي انا للامريكان دريم. المهم ان انا بسبب الافلام والاشياء دي بدا يتزرع فيا قوي الحلم الامريكي، وهو ان امريكا هي بلد الاحلام، بلد الحريات، بلد اللي انت هتسافر فعلا تحقق كل اللي نفسك فيه. وبدات تكون دي هي خطتي في الحياه، انا عايز يوما ما اكبر عشان اروح امريكا واحقق حلمي. طبعا احلامي كانت بتختلف كل ما بكبر في السن، ولكن امريكا كانت هي الوجهه الاساسيه بتاعتي. انا عايز اروح امريكا عشان احقق الحلم الامريكي بتاعي، حتى لغايه قريب لما كبرت. بس مع مرور الزمن ولما بدات اكبر واوعى للدنيا اكتر، بدا الموضوع يبقى شكله مختلف شويه ثاني، خصوصا بعد الاحداث الاخيره اللي بتحصل في امريكا خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا. بدات صوره الحلم الامريكي تتهز شويه في نظري، وهو ان لا تصدق ان امريكا مش ما فيهاش الحريات اللي انت كنت فاكرها. لو واضح ان العنصريه في امريكا لا تحتمل فعلا، في بعض الاوقات ممكن توقفك عن تحقيق حلمك. ناس كتير بتروح وما بتعرفش تعمل اي حاجه، والوضع هناك صعب والمعيشه بقت صعبه. هي دي امريكا؟ ايه ده؟ بدات اشوف فيديوهات للناس بالفعل سافرت امريكا كانت شبهي، اللي هي بتبحث عن الحلم الامريكي بتاعها، واخدوا مقلب بكل بساطه. وكانوا بيقولوا ان احنا كنا رايحين على اساس ان احنا نحقق الحلم الامريكي بتاعنا، اكتشفنا ان الحلم الامريكي ده عباره عن وهم مش حقيقه. ولان كان كل تركيزي على امريكا وان انا عايز اسافر امريكا والحلم الامريكي ده، خلاني ما بقتش واخد بالي من بقيه العالم كله، ان في اماكن تانية في هذا الكوكب ممكن تسافرها. ولان فكره السفر لامريكا بالنسبه لي تعتبر شبه مستحيله بسبب بقى الاجراءات والفيزا، ولاني عربي ومصري يعني كجنسيه الموضوع مش سهل. فاكتشفت ان انا محتاج ادور على مكان تاني. واثناء عمليه بحثي في هذا الكوكب على مكان اروح اسافر واعيش فيه، كان اكتر خيار بيلمع قدامي كان دبي. وهنا قررت اني عايز اتعرف على العالم ده، وعايز اتعرف على حلم دبي، او زي ما انا بسميه الحلم الدببواوي. علاقتي بدبي بدأت على النت، وانا بتفرج على الصور والفيديوهات واليوتيوبرز والفلوجرز اللي بيسافروا. طبعا زي اي بني ادم كنت منبهر، واللي هو مش متخيل ان انا لو رحت فعلا ممكن الاشياء دي فعلا موجوده على الحقيقه، الحاجات دي مش جرافيكس فعلا. كنت دايما بقعد افكر هل هي بس حلوه في الصور ولا على الحقيقه كمان، لغايه ما جيت واكتشفت ان هي على الحقيقه احلى من الصور بكتير جدا. دبي بصريا حلوه جميله، واللي يبهرك دايما التقدم اللي هي فيه، واي حد بيجي دايما لازم ينبهر من التقدم اللي هم وصلوا له من البنايات العاليه مكان جميل جدا، وتحس ان هو فعلا مكان جاي من المستقبل. لما بتسافر دبي تحس انك سافرت بالزمن. بس تعلقي بدبي ما كانش على الحاجات دي خالص. انا اللي خلاني اتعلق بدبي حاجات تانية. اللي خلاني اتعلق بدبي هي الروح اللي موجودة فيها، روح الامل. ان كل الناس هنا عندها امل، كل الناس هنا عندها اهداف واحلام جايه تحققها. من اول الحكام اللي كان عندهم هدف وحلم ان هم يخلوها من انجح المدن في العالم ومن اكبر المدن في العالم، وبالفعل حققوه، لغايه الناس اللي عايشه هنا سواء كانوا اهل البلد او سواء الوافدين، الناس اللي جايه تشتغل. الكل هنا جاي عنده حلم وعنده هدف جاي يحققه، والكل بيشتغل بكل جد واخلاص. مفيش حد هنا جاي يهزر ولا يلعب، لان الوقت هنا بحساب. والفايب اللي موجوده في ان الكل هنا جاي يشتغل والكل هنا جاي يحقق احلامه، ده بيخليني احس ان ايوه انا هعرف احقق حاجه، هو ده المكان اللي انا كنت عايز اجي اعيش فيه. ولما جيت دبي سمعت قصص وقابلت ناس كتير، ناس كانت جايه لا تملك اي شيء في الحياه
كان عندهم هدف وحلم عايزين يحققوه، وبالفعل الناس دي دلوقتي بقت في حته تانيه خالص. كل ده كان بيخلي حلم دبي يوضح قدامي اكتر كل يوم عن التاني. وكمان البلد مصممه ان هي تساعدك. القوانين هنا اللي بتمشي على الكل، ما بتفرقش ما بين غني فقير مشهور ولا مغمور. هنا في قانون والكل بيمشي عليه ومفيش اي استثناءات لاي حد. في هنا احترام متبادل، الكل هنا مجبر يحترمك ايا كان جنسيتك، ايا كان دينك، ايا كان عرقك او لونك. هنا في احترام متبادل والكل مجبر عليه. مفيش هنا حاجه اسمها تنمر، مفيش حاجه اسمها هنا عنصريه، ولان هنا في قانون وصارم جدا في الحاجات اللي زي دي. عشان كده هنا عمرك ما هتواجه اي عنصريه ولا تنمر ولا ان انت جنسيتك ايه ولا الكلام ده كله، مش موجود هنا خالص. وكمان في هنا حر جامد قوي. كمان ما تنساش ان هنا دولة مسلمة، دولة عربية، فدايما هتلاقي في اذان، دايما في جوامع، دايما في اهتمام بالاشياء الدينية، في دعم ليها جدا. اسمع، في عدل. يعني مش بالضرورة ان انت شخص لسه جاي جديد البلد فما معكش اي فلوس يبقى لازم بالضرورة انك تعاني وتتمرمط وتبقى بتاخد خدمة سيئة في كل شيء. بالعكس، انت لما تيجي تخلص الاجراءات الاوراق الحكوميه بتاعتك، الاقامه والاشياء دي، هتلاقيك بتروح اماكن محترمه، ان الموظفين بيحترموك جدا، قاعده محترمه، الاماكن مكيفه، حاجه كده 5 ستارز. مع انك خلي بالك لسه ما معكش اي حاجه، انت لسه جاي جديد. وانت ماشي في الشارع هتلاقي دايما الاولويه للمشاة، مش عشان انت ماشي على رجلك فالعربيات تدوس عليك، لا، هتلاقي في لامبورجيني بتقف وجي كلاس بتقف عشان تخليك تعدي. مش معنى ان هم جي كلاس وانت لامبورجيني فانت العربيات تدوس فوقك عادي، لا، مفيش الكلام ده هنا. دايما الاولويه للمشاة. في خطوط مواصلات عامه بتغطي كل الاماكن، المواصلات العامه مكيفه ومحترمه ونظيفه وحاجه فعلا 5 ستارز انت عمرك ما شفتها قبل كده. البوينت انك مش عشان انت ما معكش فلوس ولسه بادئ فانت لازم تعاني لغايه ما توصل، لا، في خلال رحلتك انك توصل ستيل انت عايش حياه ادميه، في ناس بتهتم بيك، في ناس عامله حسابها ان في شخص لسه جاي البلد جديد بيبدا حياته، فمش لازم ان احنا نضغط عليه اكتر ونخلي حياته صعبه اكتر، لا، نوفر له حياه كويسه، نوفر له مواصلات محترمه، نوفر له قانون يحميه وهو ماشي على رجله. فيك تحس انك بني ادم، فاهم؟ يعني القوانين هنا والبلد بتحسسك ان انت انسان. الكل هنا مهتم لوجودك، حياتك تفرق مع الناس. لو تعبت وحصل لك حاجه مفيش حاجه اسمها ان انت عشان ما معكش فلوس فتموت، مفيش مستشفى ترضى تاخدك، لا، لو تعبت ومريض وما معكش اي فلوس، لا، في طوارئ هتاخدك وتهتم بيك وتنقذ حياتك، وبعدين اي حاجه تاني بعدين. ده موجود هنا يا جماعه. مش عارف انتوا هتصدقوني ولا لا، بس ده فعلا موجود هنا، وانا حضرت ده بعيني. ناس كانت فعلا تعبانه ومعهاش فلوس وبتموت ودخلت المستشفى لا تملك اي شيء ولا تملك تامين صحي ولا تملك اي حاجه، بس الشخص كان بيموت وفعلا انقذوه وعملوا له كل اللازم، والانسان ده عايش دلوقتي وما دفعش ولا درهم. وهعمل بعدين فيديو اتكلم عن الموضوع ده وعن السيستم النظام الصحي في الامارات او في دبي عموما. المقصود ان انت مش معنى انك معكش فلوس انك لازم تعاني في كل شيء في حياتك لغايه ما توصل ويبقى معاك فلوس فترتاح، لا. اثناء رحلتك تحس ان السيستم وقانون البلد بيحاول يطبطب عليك، بيحاول يسهل الحياه عليك، مش عايزك تعاني اكتر. انت اوريدي بتعاني وبتحاول تجتهد عشان تحقق اهدافك، تحس ان هم فعلا حاسين بوجودك، بيحاولوا يساعدوك على قد ما تقدر، عارفين ان في شخص هيعدي من الشارع ده، الشخص ده تعبان وحران ووراه وعنده هموم الدنيا، فازاي احنا نوفر له، تعال نعمل له خط مشاة هنا يعدي بدل ما يمشي مسافة كبيرة. فاهم الكونسبت اللي انا اقصده؟ ان تحس ان فعلا في كل خطواتك لو انت فعلا بتتامل حواليك هتحس ان في ناس عارفه انك موجود في الدنيا دي وبتحاول تقدم لك خدمات مجانيه. اللي هي ايه؟ اللي هي كباري المشاة، اللي هي الاماكن المكيفه، اللي هو الاهتمام بالمواصلات العامه. كل التفاصيل دي حاجات معموله لك انت، فده هيحسسك دايما انك انسان، انك موجود، ان في ناس حاسه بيك وبتعمل لك شيء وانت لسه بتبدا. انا مش عارف، في ناس ممكن تكون فاكراني بافور، مش عارف الناس كلها هتتفهم اللي انا بقوله ده، يمكن انت محتاج تيجي تعيشها او ممكن انت جيت اوريدي وما حسيتش بالمشاعر اللي انا حسيت بيها دي، بس هو دي المشاعر اللي انا حسيت بيها لما جيت هنا. في هنا امن وامان انا ما سمعتش عنه في بلد تانية قبل كده. احنا حرفيا بنسيب يعني انت لما بتكون خارج تشتري شيء مثلا هتسيب البيت وتنزل، احنا ما بنقفلش الباب، احنا بنسيبه مفتوح، مش بنسيب الباب نفسه مفتوح. انت حتى لو سبته مفتوح عادي، بس الباب نفسه ما بنقفلوش بالمفتاح، احنا بنسيب الباب وبنخرج عادي وبنرجع. لما برجع البيت بدخل البيت انام، الباب مفتوح عادي، يعني ممكن اي حد يدخل في اي وقت لو حد عايز، بس طبعا مفيش حاجه، مفيش الكلام ده.
عمر ما حد يجرؤ يعمل ده. فاحنا حرفيا في كواليتي وليفل امان عالي انا ما سمعتش عنه قبل كده في مكان. السيارات اللي في الشارع، سيارتك انت ممكن تسيبها دايره ومفتوحه والازاز والاربع ازازات مفتوحين وتروح تعمل اي حاجه وترجع تلاقيها زي ما هي. محفظتك، موبايلك، لو سبتهم في الشارع في اي مكان ورحت مشوار ورجعت فعلا هتلاقيهم مكانهم. ده مش شغل ترندات وحاجات، الحاجات دي كلها حقيقيه يا جماعه موجوده. لما تيجي تدخل السوبر ماركت تشتري حاجه، مفيش حاجه اسمها دي منتجات الاغنياء النظيفه الهاي كواليتي ودي منتجات الفقراء اي كلام المعموله اللي هي معمول لك انت عشان تشتريها. مفيش الكلام ده هنا في دبي ولا في الامارات. هنا كواليتي الاكل كلها محترمه. مفيش حاجه اسمها هنا منتج رديء، مفيش حاجه اسمها هنا منتج منتهي الصلاحيه. في رقابه 24 ساعه ورقابه شديده. اصلا المنتج المحلي اللي هو المفروض ارخص من المنتج المستورد، المنتج المحلي الاماراتي انضف. انا باثق في المنتج المحلي اكتر ما باثق في المنتج المستورد. فده حرفيا بيخليك انت بتخش السوبر ماركت انت والغني انتوا الاثنين بتشتروا نفس المنتج. مفيش حاجه اسمها دي رفوف الاغنياء ودي رفوف الفقراء. فانت الفقير بيشتري المنتجات اللي اي كلام دي، وانت اللي هناك شايفهم قاعدين بيشتروا المنتجات الحاجات المستورده الغاليه دي اللي انت مش قادر تشتريها. مفيش هنا الكلام ده. هنا انت لو عايز تشتري اي حاجه تشتريها عادي. انت اللي بتاكل نفس المنتج اللي الغني بياكله. فمفيش هنا حاجه اسمها اكل اغنياء واكل فقراء، فعشان الفقراء ياكلوا اي اكل معفن يجي لهم تسمم ويموتوا عادي ما لهمش. مفيش الكلام ده هنا. لو انت شايف كل الحاجات دي حاجات تافهه وحاجات مالهاش لازمه، حاجات يعني ليها عاديه، الحاجات دي كلها بتوفر لك راحه نفسيه وبتخليك فعلا تركز في حياتك. لما الحاجات دي كلها هموم بتتشال من عليك، حاجات انت ما بتفكرش فيها، هي حاجات صغيره بس لما بتجمعها بتبقى حاجات كبيره. لما كل ده بيتشال من عليك بتحس انك براحه نفسيه كده، وانك مفيش حاجه تشغل دماغك غير انك مركز على اللي انت بتعمله في حياتك. وهنا بقى ندخل بشكل اعمق في حلم دبي او الحلم الدببواوي. دبي هي مكان للمبدعين والطموحين. لو انت شخص مبدع في شيء أو عندك تالنت معينه او في حاجه معينه انت شاطر فيها فعلا، هتلاقي هنا دعم في كل مكان ومن الكل. في هنا جهات ومؤسسات بتساعد الناس اللي موهوبه في مجالات معينه، موهوبه في حاجات معينه. في هنا جهات ومؤسسات بس شغال عشان تساعد الناس دي. الناس هنا عايزه تساعد المبدعين بجد، مش عايزه توقفهم، مش عايزه تحبطهم، مش عايزه تعطلهم عن حياتهم. هم هنا عايزين يساعدوهم. لو اخدتوا بالكم كل اللي انا قاعد بقوله ده هي دي الحاجات اللي انا كنت بسمعها عن الحلم الامريكي، اللي لما كبرت اكتشفت ان هو ما كانش زي ما انا متخيل، بس لقيته فعلا في الحلم الدببواوي. ومش بس كده، لا ده انت لقيته في دولة عربية مسلمة جنبك حرفيا. يعني انت مش حاسس بغربة، انت مش وسط ناس غريبة بتتكلم لغة مش لغتك، انت حرفيا مش حاسس باي غربة. واهل البلد هنا دايما بيرحبوا بيك وبيحسسوك انك في بيتك مش في مكان غريب. والصدمة بالنسبة لي كانت اني لما جيت هنا ولقيت امريكان قاعدين بيتكلموا على قد ايه دبي بلد امان، وان هي بلد الاحلام، وانك لو عندك احلام واهداف لازم تيجي هنا عشان تحققها. هي ده المكان المناسب، هو ده المكان البيرفكت. دي كانت صدمه بالنسبه لي، لانه بشكل او باخر حسسني ان فعلا الحلم الامريكي طلع شويه كان وهم بالنسبه لي. انا ما اعرفش اذا كان فعلا الحلم الامريكي حقيقي ولا لا، خصوصا في الاوضاع اللي امريكا بتمر بيها في الوقت الحالي. وانا ما اعرفش، انا ما جربتش اعيش الحلم الامريكي قبل كده، ما اعرفش اذا كان هو فعلا حقيقي ولا لا. ولكني لما جيت اقارن بالحلم الامريكي والحلم الدببواوي حسيت ان الحلم الدببواوي كان بالنسبه لي واقعي اكتر بكتير. عشان كده قررت ان اعيشه واسعى عشان احققه. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. شكرا جدا انك كملت الفيديو لغايه دلوقتي، واتمنى ان الفيديو كان ممتع بالنسبه لك ويكون افادك باي شيء، سواء معلومات سواء اكسبيرينس. انا كل اللي بحكيه ده في الاول في الاخر كانت تجربتي. ما اعرفش انت تجربتك شكلها ايه، ممكن تجربتك كانت مختلفه عن تجربتي، سواء انت شخص بالفعل جيت او لسه ناوي تيجي، ممكن تجربتك كانت مختلفه. لكن انا بحكي عن تجربتي واللي انا عشته واللي انا حسيته في تجربتي هنا في دبي. وبس كده. ما تنساش لو الفيديو عجبك تنزل تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات عشان كل ما انزل فيديو جديد يجي لك اشعار. ويا ريت كمان تعمل لايك عشان تحمسني وتحفزني ان انا اعمل فيديوهات اكتر. وقبل ما تمشي، ده الانستجرام بتاعي، روح اعمل لي فولو هناك، بنزل محتوى مختلف تماما هناك. ما تنساش تعمل لي فولو هناك. ولو عندك اي استفسارات او اسئله ابعتها لي هناك، برد على الرسائل على فكره. ولو عندك اي حاجه اكتبها لي تحت في الكومنت. يب ذاتس ات، واشوفكم في حلقات قادمه. See you later.